هيحصل ايه لو السيور مشدودة جامد؟ في ناس عندها قناعة كده قديمة شوية ان السير لو مشدود جامد يبقى كده الموتور شغال بكفاءة اعلى والسحب بيكون اقوى ومفيش فلت للسير. لكن للأسف الفكرة دي غلط تماما، والمشكلة انها بتسبب كوارث فنية على المدى البعيد. لما تيجي تشد السير جامد، اللي بيحصل فعلا انك بتبدأ تحمل على رمان البلي اللي راكب على العمود، وبتشد كمان على البقرة اللي راكب عليها السير، وبتبدأ تشد على العمود نفسه. الحمل ده بيكون زايد عن الحمل الطبيعي اللي مصمم عليه البلي أو العمود أو حتى جسم الموتور نفسه. تعالوا نبص على اللي بيحصل واحدة واحدة. أول حاجة، الرمان بلي بيتظلم جدا، لأن بدل ما الشغل بتاعه بيكون في الاتجاه الدوار بس، لأ ده بيكون في ضغط جانبي ثابت عليه جاي من السير المشدود، وده بيخلي البلي يتطحن وبعدها يبدأ يبوظ واحدة واحدة. ولو الموتور كبير هتلاقي البلي بيتاكل بشكل غريب من ناحية واحدة بس. تاني حاجة، العمود نفسه بيتحمل ضغط مش في حساباته. العمود ده مصمم انه يشيل حمل التورك واللف بس، مش بيشيل تحميل جانبي ثابت، ومع الوقت التحميل ده بيعمل اجهادات على العمود وممكن يحصل فيه شروخ، واللي بعد شوية تلاقيه اتكسر. تالت حاجة، البقرة اللي راكب عليها السير بتبدأ تتاكل من ناحية واحدة، لأن الشد بيكون مش متوازن، وبالتالي التآكل بيبقى غير منتظم. لو بصيت على البقرة بعد شوية هتلاقي شكلها بيبدأ يبقى مايل، والسير نفسه ممكن يبدأ يميل ويخرج من مكانه. رابع حاجة، الموتور بيبدأ يسحب أمبير زيادة. طيب ليه؟ لأن السير بيزود الحمل، فالموتور يحاول يعوض ده بجهد أكبر، وساعتها تلاقي العداد بيعد بسرعة، ولو مش واخد بالك ممكن يحرق الموتور بعد شوية من كتر السحب الزيادة. خامس حاجة، السير نفسه بيتقطع بشكل أسرع، لأن في شد زيادة والسير مش متصمم عليه، فبيبدأ يتاكل من الجنب، وبيبقى فيه تشققات صغيرة كده في البداية، وبعدها في لحظة واحدة تلاقيه فرقع واتقطع. طيب نحل المشكلة دي ازاي؟ بكل بساطة إن شد السير يكون بالمقدار الصح. لو عايز تبقى أدق، فأنت لازم يكون معاك جهاز شد السيور اللي هو التنشن جيج أو التنزيوميتر، لأن ده بيديك القيم بالأرقام حسب نوع السير والعرض وطول المسافة، وبيعرفك مقدار الاستطالة المناسبة للسير اللي معاك. طيب إزاي؟ جهاز التنسيوميتر أو مقياس الشد، واللي ليه ناحيتين، كل ناحية عليها قراءة معينة هنشرحها، وكل ناحية فيها أورنج بيحدد القراءة. طيب إزاي بنستخدم الجهاز ده؟ في البداية بنعتمد على الكتالوجات الخاصة بالسيور، واللي بيكون مكتوب فيها قوة الشد المناسبة لنوع السير اللي عندك، زي ما واضح في الكتالوج اللي قدامنا ده. ثم بعد كده انت بتجيب مسطرة او قدة مستقيمة او حبل، بس يبقى دليل ليك، واللي بتحطه على الطنبورتين عشان وانت بتحدد مسافة النزول تحددها صح. زي ما قلنا الجهاز بيكون ليه ناحيتين، في ناحية فيها قراءات بالملي او الانش، ودي الناحية اللي بتحدد عليها مقدار النزول المطلوب للسير اثناء الضغط عليه، وده بيتحسب للسير عن طريق انك بتقيس المسافة بين مركز الطنبورتين وبتقسم على 64، هيطلع لك الناتج بالإنش، وبكده دي القيمة المناسبة للسير إنه ينزلها، وبنحددها على الجهاز عن طريق أورنج صغير كده بنوديه عند الرقم. الناحية التانية عليها قراءة قوة الضغط، وهنا انت بتفضل تضغط لغاية ما الأورنج الخاص بمسافة النزول يوازي المسطرة أو القدة المستقيمة اللي انت حاططها على الطنبورتين، وبتبدأ تشوف الأورنج الخاص بقراءة القوة أشار إلى قوة مقدارها كام. لو طلعت في النطاق اللي الكتالوج بتاع السير بيقول عليه يبقى كده الشد تمام. لو كانت أعلى فهنفك السير شوية، ولو أقل بنشده شوية لحد ما توصل للقيمة المظبوطة. لكن لو عندك خبرة يبقى المعاينة بالإيد كفاية، واللي عن طريق إنك بتمسك السير في منتصف المسافة بين البقرتين وتضغط عليه. المفروض يتحرك من نص سنتي لسنتي تقريبا حسب نوع السير، ولو حسيت إنه حديد كده وما بيتحركش يبقى مشدود أكتر من اللازم، ولو كان مرتخي جامد يبقى عايز يتشد شوية. كمان حاول دايما تعمل صيانة دورية للسيور، فبص على حالته، ولو لقيت فيه شروخ صغيرة أو تآكل من الجنب أو صوت صفير وهو ماشي يبقى فيه مشكلة. ودايما لما تغير السير بص على البكر، لو فيه تآكل أو انحراف لازم تتغير برضو.